حتى قلنا الحمد لله بان الامور ديالنا في البلاد البنيه التحتيه مزيانه في المغرب، هادشي اللي ولينا كنقولوا الحمد لله. الحمد لله رحمنا الله، هذه 7 سنين ما كايناش حتى جات شويه ديال الشتا، نقولوا بزاف ديال الشتا وبانوا الديفويات في الطرق، يعني هادشي اللي كنقولوا دوك المقاولين اللي كيخدموا وما كايناش المراقبه. يعني حنا بغينا اي مشروع، لانه هذا المشروع هذا كيخدم بواحد الميزانيه اللي كبيره. علاش؟ بانه هذا المشروع اللي حنا كنشوفوا دابا في الصوره بان طريق جديده خاسرين عليها زباله الفلوس، جا الشتا ورجعت بحال هكا. والطريق ماشي انه نقولوا لا بيسينه ولا ما، طريق كبيره يعني جاب الله ما جات شي طوموبيله فاش طاحت هذا الطريق هذا. علاش هادشي كامل؟ لان ما كايناش المراقبه. اي واحد كيخدم في شي بلاصه ما كايناش، يعني هاد البلاصه اللي واقع فيها هادشي الرئيس ديال الجماعه غادي يشوف، لان مقاول ديما كيشوف مقاول حاجه اللي تربحوا، كيشوف مقاول حاجه اللي تسلكوا، كيدير لك شويه ديال السيما ويدير لك الرمله يعني كيشوف حاجه اللي تسلكوا. ولكن هاد المشاريع هادو ديال الطرق راه من اكبر المشاريع كيخرجوا بميزانيه كبيره. علاش هادشي كامل؟ لان ما كايناش المراقبه. علاش هادشي كامل؟ بانه بنادم كيخون واحد الامانه تعطات ليه، واحد الخدمه تعطات ليه كيخونها. علاش هادشي كامل؟ لانه هاد المسؤول اللي مكلف بهذا الدوسي ديال هاد الطريق، بنادم اللي غادي يسني لك بانك تشد الفلوس ولا ما تشد الفلوس، خائن. لانه سنا على واحد الطريق اللي هي ما مزياناش. شفنا طريق باقا جديده، ها هي التربيبات، ها هما الديفويات بانوا فيها. يعني علاش هادشي كامل؟ لانه ما كاينش شي واحد اللي كيخدم في البلاصه ديالو وكيعطي فيها الجهد وكيبغي يوصلها كما هي. وهادشي اللي كنقولوا دابا كاين في بزاف ديال البلاصه، ماشي غنهضروا على الطريق اللي كاينه بزاف ديال البلاصه. كيجيك مقاول كيشد المشروع كيدير داكشي اللي بغا، لانه ما كاينش الناس اللي غادي يتبعوا هذا المشروع هذا. ولا كاينين الناس اللي غادي يتبعوا هذا المشروع ما كيشدوا عليه باش نكونوا واقعيين، كيشدوا الرشوه كيسني لك الورقه باش انك تشد الفلوس. باش نكونوا واقعيين، هادشي هو اللي كاين عندنا في المغرب. كلشي عارف بانه هادشي هو اللي كاين عندنا في المغرب. علاش هادشي كامل؟ علاش لان طريق جديده هانتوما شفتوا كارثه. وهذا الفيديو هذا ما غاديش يعجب بزاف ديال الناس عارفين، ولكن هادشي اللي كنعيشوا دابا. حنا دابا الشتا جات عندنا دابا تقريبا هذه 15 يوم تقريبا جات الشتا، بانوا بزاف ديال البلايص لان ومشاريع جداد. يعني مشاريع الله عام هذه باش كملوا، ومشاريع جداد بانت البلاصه المدينه، بانوا البلايص ملي غيدوز الماء ما كاينش. يعني هادشي كامل خص بنادم يخدم كتخدم واحد الحاجه خصك انك تخدمها بالحب، لان حنا مغاربه كاملين وما بغيناش هاد الكوارث اللي هادو كوارث طبيعيه. يعني الشتا نزلات طريق مشات الشتا يعني هذا الشيء ما بغيناش يوقع في بلادنا مره اخرى. وكنتمناو ان شاء الله من المسؤولين الا كاين شي مشروع يكون دوك الناس اللي هما مكلفين يكون مشروع يعني يتبعوه الناس وما يسنيليكش وما يعطيش المقاول الرخصه باش انه يشد الفلوس حتى يقاد داك المشروع. لانه شويه ديال الرمله ويدير لك شويه ديال الزفت. احنا شفنا النتيجه، هذه هي النتيجه ديال شويه ديال الرمله وشويه ديال الزفت. هي النتيجه، طريق كامله جديده ها هي طاحت. وفين ما قلناش لا بيسه ولا لا، راه طريق اسيدي اللي كيدوز منها الكاميوات والرموكات والناس شوف هادشي راه فيه الهضره بزاف. الا هضرنا بزاف راه حاجه اللي باينه بانه راه واحد الديفو الا خدمتيه واحد الوقت غادي يعطيك هذه النتيجه. يعني واحد الديفو صغير غادي يعطيك نتيجه كبيره. ها حنا شفنا النتيجه ديالو، ومشروع جديد ومشروع تاسسوا فيه الفلوس سخا المناير، ماشي المناير ديال بصح كيخسروا في هذه المشاريع هذه ديال الطريق. وكنتمناو ان شاء الله الميساج يوصل، وكنتمنى منكم تدعمونا ان شاء الله في هذه القناه دي، لانه اي موضوع ان شاء الله غادي نبقاو نوصلوا الهضره. السلام عليكم.